السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في الحلقة الرابعة من كورس المبتدئين في الإنجليش. الحلقة دي إن شاء الله هعرفك أهم 5 أفعال في الإنجليش تقدر تعتمد عليهم كبداية. بس قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم ويثبتهم اللهم آمين. بس يا سيدي طالما وصلك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك جديدنا أول بأول. ويلا بينا. أول فعل معانا النهاردة هو الفعل watch. الفعل watch معناه يشاهد. زي ما أقول لك I watch TV، يعني أنا بتفرج على التلفزيون. طيب أنا عايز أقول هم يشاهدون التلفاز، هقول they watch TV. طيب عايز أقول هو يشاهد التلفاز، فهقول he watches TV. الفعل الثاني اللي معايا النهارده هو الفعل wash يعني يغسل. على سبيل المثال أقول لك I wash the car، أنا أغسل السيارة. طيب عايز أقول هم يغسلون السيارة، فأقول they wash the car. عايز أقول هو يغسل السيارة، فهقول he washed the car. الفعل الثالث معايا النهارده من اهم 5 افعال نقدر نستخدمهم ونعتمد عليهم الفتره الجايه هو الفعل eat. وايت معناها ياكل. على سبيل المثال اقول لك I eat lunch، يعني انا اكل الغداء او اتناول الغداء. او اقول they eat dinner، هم يتناولون العشاء. او اقول لك مثلا she eats breakfast، يعني هي تتناول الإفطار أو هي تأكل الإفطار. الفعل الرابع معانا النهاردة هو الفعل drink، ودرينك معناها يشرب. على سبيل المثال أقول لك I drink water أو I drink water، يعني أنا أشرب مياه. أو أقول they drink milk، هم يشربون اللبن. أو أقول she drinks tea، يعني هي تشرب شاي. she drinks tea. الفعل الخامس والأخير معانا النهاردة هو الفعل visit، وvisit معناها يزور. على سبيل المثال أقول لك I visit علي، أنا بزور علي. They visit the pyramids، يعني هم بيزوروا الأهرامات. He visits China، يعني هو بيزور الصين. بس كده يا سيدي دول أهم 5 أفعال تقدر إن أنت تعتمد عليهم كأساسيات بالنسبة لك في الفترة الجاية. لو تلاحظ معانا من بداية الفيديو الكلمات اللي استعرضناها في بعض الكلمات الجديدة عليك. من الكلمات ديت pyramids، وبيراميدز يعني الأهرامات. وكمان من الكلمات ديت كلمة car، طبعا انت عارف car يعني سيارة. الكلمات ديت milk، وميلك يعني لبن. وتي، تي يعني شاي. وكمان أخدنا تشاينا اللي هي الصين. أخدنا لانش بتيجي بمعنى الغداء، والدينر بتيجي بمعنى العشاء، والبريكفاست اللي هو الافطار. ديت الوجبات بتاعه اليوم. خدنا ووتر طبعا غني عن التعريف اللي هي الميه. طبعا لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت الاولى والثانيه والثالثه لازم ترجع تشوفهم الاول من اللينك اللي هسيبه لك في وصف الفيديو وفي اول كومنت. لازم تشوف من بدايه الكورس الحلقه الاولى بعد كده الثانيه والثالثه، لازم تمشي بالترتيب لحد ما توصل للحلقه الرابعه عشان تقدر انك تربط المعلومات ببعضها وما يبقاش واقع منك حاجه. بس كده يا سيدي ودي نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه. ولو ما استفدتش باي حاجه احنا اسفين على الوقت اللي ضيعناه لك، واحنا ان شاء الله الفتره الجايه هنحسن المحتوى هيكون عند حسن ظنك. وفي الاخير سلام.